ابني بره لذيذ في الحضانة وعندي أنا بيصوت ويبقى صعب. بيبقى عندي في البيت بيقلب الدنيا، بس بره مؤدب. ليه بيحصل ده؟ بصوا، أنا عارفة المعاناة وعارفة قد إيه انتوا بتعانوا، بس أنا عايزة أقول لكم حاجة. الطبيعي إن الطفل بره يكون مؤدب وفي بيته يكون بيقلب الدنيا، بس محترم. ليه بقول محترم؟ لانه قلة الاحترام بتيجي بالقدوة. يعني لو انا بشتم الطفل هيشتمني، لو بزعق له هيزعق لي، لو بتنرفز عليه هيتنرفز عليا، لو بضربه هيمد ايده عليا. لانه هي مراية، هو هياخد منين الحاجات دي؟ هياخدها مني. لكن لو هو بيتشقى بس بشكل محترم، بيتشقى بيتنطط على الكنبة وعلى السرير ورايح جاي، حبيبي ده سنه. هو مش هيعرف يعمل حاجة غير كده. هو مش هيعرف يعمل حاجة غير انه يتشقى. الأطفال الصغيرة اللعب ده شغلتهم، مقدرة الوجع والتعب والضغط. بس صدقوني، كل ما بندي مساحة للطفل يلعب كل ما بيكون أهدى، كل ما بندي مساحة للطفل يتشقى كل ما بيكون أهدى. ما تقلقوش انه الاطفال بتكون بتعمل حاجات صعبة كده، وبره مش باين كل ده. ده لانهم عارفين يحترموا الاجواء اللي بره، لان دي اجواء غريبة وده الطفل الطبيعي. لكن الطفل الطبيعي جوه البيت بيكون شقي قوي. طب اعمل معاه ايه؟ واحد، احاول ما اقابلش العند بعند. اتنين، احاول اشوف طرق للتعامل. هتلاقوا في طرق كتير موجودة عندي على القناة، تقدروا تشوفوها عشان تعرفوا تتعاملوا مع الطفل بشكل احسن. تلاتة، وده الاهم، اشتغل انا على نفسي. ممكن اكون انا مضغوطة بطلع ضغطتي على الطفل، اكون مش قادرة اشوف وقت لنفسي. مهم جدا يكون في وقت لنفسي في الباقي في اليوم، 5 دقايق 10 دقايق بعمل فيها حاجة. ان شاء الله هشرب نسكافيه في البلكونة، بس شوفي وقت لنفسك. هتحسي ان انت اهدى، هتحسي ان انت اروق، هتحسي ان انت عندك طاقة. الوقت اللي هو فيه في الحضانه ده في وقت ان انت تفصلي فيه، حتى لو انت راجعه من شغلك هاتي حاجه تشربيها في الطريق. ده هيفرق معاكي جدا، هيبقى عندك طاقه ليه. ما تخضيش ان هو بره حاجه وجوه حاجه. الطبيعي انه يكون بره فيها شقاوه، لكن ماما حبيبتي اللي باخد راحتي معاها بكون على راحتي. ماما الطيبه الجميله اللي سند ليا انا على راحتي معاها. ما تقلقيش من ده، مش مؤشر غلط. بس الحاجه اللي نتخض منها لو في تطاول او قله احترام، هخلي بالي انا من نفسي. هل انا في حاجات نقلتها له فهو بيردها لي؟ هعدلها واشوف طرق مختلفه اقدر اربي بيها بشكل صح. الطرق دي تلاقوا كتير قوي موجوده عندي على القناه، في يعني بلاي ليست كبيره عن فكره ازاي اتعامل مع العند، لانه العند بيكون اشد الحاجات. فيها طرق مختلفه نقدر نستخدمها عشان نحل العند بشكل احسن، فبالتالي يكون في هدوء اكتر مع ولادنا.